نشر الفنان تامر حسني منشور على صفحته على الفيسبوك وقال فيه: أنا مش عارف أشكركم إزاي على كم الدعوات اللي دعوتموها لربنا لشفاء ابني آدم اللي جاتني منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا. هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ اللي كانت أعراضه سخونة عادية بس، وبقول لكم كده عشان تبقوا حريصين على مع نفسكم اكتر واولادكم، ومش كل سخونة تقولوا دي شوية برد وخلاص. لا، روحوا واكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة واتنين، عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معينة تقريبا اقوى شوية عشان يعرف، لاني سمعت كتير اليومين دول ان الزايدة خادعة. اطمئنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومحزنة قوي. وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبتين قوي عليه، وبدعواتكم مستنيين النتائج تكون خير يا رب، ويعدي مرحلة الخطر يا رب بحق يكون فيكون. اشفيه وعافيه هو وكل أولادنا، برمه ويعافيه ويحفظه هو واخواته ويحفظ كل ولادكم يا رب. وأحب أقول تاني وشكرا من كل قلبي على دعواتكم، وأنا شايف قلب كل واحد فيكم وهو بيدعي بصدق، ومتشكر قوي يا جماعة. شكرا لكل اللي اهتم وسأل عن ابني آدم ودعاله هنا أو على التليفون، واللي طلع له صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصيا. انا مش لاقي كلام اشكركم بيه. انا برضو بدعي لكم وبقول لكم مثلها واضعاف اضعافها. ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم، قادر يا كريم.